أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في حفل أداء القسم. في هذا اليوم الأغر الذي يوافق عيدا راسخا في وجدان الشعب المغربي، عيد العرش المجيد في ذكراه 24، مناسبة تعكس كل سنة تعيد. حفل يعكس صدق الإرادة ونكران الذات في الدفاع عن الوطن والذود عن وحدته الترابية وأمنه واستقراره، وفاء لشعار الأمة الخالد: الله، الوطن، الملك، مما يشكل مبعث اعتزاز ومنبع افتخار بقواتنا العسكرية الباسلة وبالأدوار الجليلة المنوطة بأفراد القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، الساهرين ليل نهار على الوحدة الترابية للمملكة، المدافعون بكل عزم وصمود عن حوزة الوطن. وما تقدمه من أعمال جليلة في سبيل الدفاع عن ثوابت الأمة ومقدساتها، وما تتصف به من خصال الجندية والمواطنة الحقة والولاء الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ضامن وحدة الوطن واستمراريته. الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مختلف وحدات أفواج صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم التي تتألى برسم سنة 2023. وتندرج هذه المبادرة السامية في إطار الترقية المنتظمة لأفراد القوات المسلحة الملكية بكافة مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي. وتعكس هذه الالتفاتة المولوية الرعاية السامية والعناية الخاصة الموصولة العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية ورئيس اللجنة المكلفة بترقية أفرادها القوات المسلحة الملكية، والذي رفع إلى النظر المولوي خلاصات ونتائج الأشغال الخاصة بترقية أفراد القوات المسلحة الملكية.